صدمة عمري لما عرفت جوزي بيشتغل ايه وبيصرف علينا منين. مش هتصدقوا بجد. تعالوا يلا بينا النهاردة نشوف مشكلتنا النهاردة. مشكلة متابعة وبتقول إيه اللي حصل لي ما حصلش لحد أبدا. جوزي كان مسافر وفجأة لقيت اللي بتخبط عليا الباب، فتحت لها قلت لها تعالي اتفضلي، واتفاجئت وبقيت أقول يا ترى دي مين. ما اعرفهاش، لأول مرة كده أشوفها. لقيتها مقهورة ومنهارة من العياط، وبتقولي أنا عايزاكي في كلمتين مهمين واعتبري نفسك مكاني. بس بصراحة أنا ما كنتش مصدقة الكلام اللي هي بتقولهولي ده. بتقول إن هي بتقول لها إن أنا متجوزة، بس للأسف كنت جوزي مع جوزك، وجوزك بيبتزني دايما كده، بياخد مني فلوس لدرجة بقيت أسرق جوزي علشان أديله. وكل شوية يقولي أنا هقولي لجوزك، وبضطر إن أنا أتصرف وأجيب له فلوس من أي مكان، لدرجة ما خلاني أسرق فلوسه، أسرق موبايله وأبيعه. ما عنتش عارفة أجيب له منين، والموال مش عايز يخلص. طبعا أول ما قالت لي الكلام ما بقيتش مصدقة اللي هي بتقوله ده. بقيت أقول للدرجات دي إيه البجاحة؟ يعني انتي جاية تقولي لي ايه؟ جاية تقولي لي أنا؟ فطبعا بقيت ابص لها باستغراب. بعد كده لقيتها بتقول لي علشان خاطري اقفي مكاني، اقفي جنبي، انتي لو مكاني هتعملي ايه؟ قلت لها مكانك؟ انا كنت بفكر ان انا اقوم اضربها، اقوم اطردها، اقوم اهزقها، لان اللي زي دي ما ينفعش اصلا ان حد يساعدها في اي حاجة. هي اللي عملت في نفسها كده واكتر من كده كمان. طبعا انا زعقت معاها واتخانقت معاها، وقلت لها حلي مشاكلك معاه، انا ماليش دعوة. وطبعا مشت، ومفيش حل يعني مني ليها. لما جه بقى جوزي اتخانقت معاه واحلف لي كام يمين انه ما حصل ابدا، ولا الكلام ده خالص، وهتلاقيها بتتبلى عليا ومفيش حاجه تثبت. هي جابت لك اي اثباتات؟ هي مش عارفه ايه. قلت له لا. فقلت خلاص، ممكن تكون نصابه وجايه تضحك عليا فعلا، وعايزه تبتزني ان انا اقف جنبها، اديلها فلوس، اديلها اي مساعده. لانها بتقول بعت موبايل جوزي وبعت وتصرفت وسرقت وعملت. ففكرت مثلا ان انا هقف جنبها، مفكرة ان انا معايا 10,000 مثلا، ان انا هخش اجيبهم من الدولاب واديهم لها ولا اي حاجة. فقلت مادام حلف كام يمين يبقى خلاص. بس المشكلة ان هو اتكرر الموقف تاني مرة من واحدة تانية مختلفة. طبعا لما حصل كده سبت البيت ومشيت. عيالي بقى منهارين ومش مبطلين عياط، وعمالين يعيطوا ليل نهار، عايزين نرجع نعيش مع بابا تاني. احنا بابا بيوحشنا يا ماما، بس انا مش عارفة اعمل ايه، وعيالي افهمهم ازاي، ومفكرين ان انا اللي مش عايزة اعيش مع باباهم، بس اجيبها لهم ازاي مش عارفة. هم عمرهم ما شافوه ان هو بيضربني عشان اقول لهم ده بيضربني، عمرهم ما شافوه بيتخانق معايا. لا، ومن بجحته لما جيت اواجهه تاني مرة يقول لي اما انت كنت عايزاني اصرف عليكم منين؟ انت عارفة ان الدنيا غالية، والشغلانة اللي بشتغلها ديت هتكفي مطالبكم ازاي؟ وكان غصب عني ان انا لازم اعمل كده، وطلع بدل مبرر مليون الف مبرر. ومن بجحته قال الكلام ده لأمي ولأبويا. بيقول طلباتها كتير، طلبات مراتي كتير اللي هي بنتكم، وأنا بصراحة مش قادر على مصاريفها. بس ده اللي كان مخليني بصراحة ان انا اعمل كده. تعمل ايه؟ تعمل ان انت تخوني وتبتز كام واحدة، وتاخد منها فلوس بالحرام، وتأكلني انا وعيالي بالحرام. طبعا اللي زي ده ما عادش ينفع ان انا اعيش معاه اصلا للابد، انتهى من حياتي. بس كل اللي انا عايزاه منكم قولولي اتصرف مع عيالي ازاي، اقول لهم ايه. المشكلة ان هو من وقت للتاني بيتصل كمان على تليفوناتهم وبيكلمهم ويقول لهم زنوا على ماما عشان ترجعوا. منهم ليا ابن في اولى اعدادي وبنتي في تالتة ابتدائي، يعني كبروا ما عادوش صغيرين. يعني معاهم موبايلاتهم وبيتصل عليهم، ومش عارفة اعمل ايه. وما ينفعش ان انا اعمل له حظر من على تليفوناتهم، هيكرهوني وهيقطعوني، لاني هيفكروا ان انا اللي غلط، انا اللي وحشة. بالله عليكم استحلفكم بالله قولولي كده اتصرف مع عيالي ازاي واعمل ايه. بصي اللي انا من رأيي
إنِّك تعملي له بلوكات من جميع التليفونات، وتعرّفي عيالِك إن جوزِك اتجوّز عليكِ علشان هُم كمان يزعلوا على زعلِك. دي وجهة نظري، يا ريت كده تكتبوا أنتم كمان وجهة نظركم في